بكم. هنتعلم خطوة جديدة في آخر البيفوت تيبل، وهي ازاي اعمل كشوف للعملاء عشان اطبعها لكل عميل. فاحنا المرات اللي فاتت خدنا ازاي نعمل الفلتر، زي ما انا جايبه التقرير جاهز كده اهو. دي الفلتر في كاستمر نيم. طبعا هنا انا عندي ايه؟ الكاستمر نيم هنا عندي 10 عملاء. طب ازاي ان انا اعمل لهم تقارير ليهم كلهم؟ هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. اولا انا جبت مثلا هنا الكاتيجوري والسب كاتيجوري والجروس بروفيت والسيلز والديسكاونت بتاعهم. طيب عشان بقى اعمل واكمل واجيب للعملاء بتوعي كل واحد كشف العميل بتاعي اقدر اطبعه لكل عميل. ماشي، مش كل مثلا ما اعمل كده واختار مثلا ارت لينك كده واقول له اوكي هيديني بتاع الارت لينك هقعد اطبعه بايدي؟ لا. طيب انا هعمل ايه؟ خلينا كده اهو اول نجيبه كده تاني. اوكي، عايزه بقى اطبع لكل عميل كشف. بعمل ايه بقى؟ من بيفوت تيبل انالايز اهي كده. هنروح بيفوت تيبل انالايز. شايفين البيفوت ده بيفوت تيبل؟ هفتح السهم كده واختار كلمه اوبشنز. ماشي، شايفين الشو ريبورت فلتر بيجز؟ لو عملتها خليكم باصين كده على الايه، على الشريط ده هينزل لي كل العملاء بتوعي. انا عملت كده اهو واقول له ايه؟ بيقول لي هتنزل لي الكاستمر نيم، اقول له اه اوكي. بصوا 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 بصوا، عمل لي اهو. اهو اي جي ويب اهو، ايجي بلانكو اهو. نفس بص نزل لي لكل عميل كشف ليه. تمام. طيب ازاي اعمل بقى جروب؟ ازاي اعمل جروب مجموعة لكده؟ ممكن احنا هنا باخدك ناخد نسخة من هنا كده ونعمل بيفوت تيبل جديد، واجي هنا واعمل كوبي. ماشي، وهاجي اقف هنا كده وهفرغ الايه، البيفوت تيبل بتاعي. عملنا كده. ازاي اعمل جروب؟ فانا جبت هنا الاوردر ديت بتاعي. طبعا احنا عارفين ان عندنا 22 و23 ومجمل الربح والسيلز. تمام. طب عشان اعمل ان جروب بقى ونعمل جروب تاني زي ما احنا عايزين، اقف هنا كده واختار كليك يمين واقول له ايه، ان جروب. هختار ان جروب فرد لي البتاع ده. طب انا لو عايزه اعمل جروب بقى ليا كده، اعمل جروب خاص ان انا اعمله مثلا على مستوى المانس، يبقى هعمل كليك يمين كده واقول له جروب، بس خلوهولي على مستوى الايه، المانس ده. خلوهولي كده على مستوى المانس واقول له اوكي. بصوا بقى جاب لي على مستوى الايه، المانس. طب لو انا عايزه اعمله على مستوى المانس والايه والمانس، على مستوى المانس والكوارتر، فهعمل باخده كليك يمين واقول له جروب خد لي على مستوى المانس والايه والكوارتر الاتنين مع بعض واقول له اوكي. فاصبح جاب لي كده اهو على مستوى الكوارتر الاولاني يناير فبراير مارس، وجاب لي الكوارتر التاني ابريل مايو جون. فجابهم لي قسمهم لي على مستوى الايه، المانس زي ما انا قلت له والكوارتر. طيب ممكن اعمل على مستوى الايه، الاتنين دول. تمام. تمام. طيب طب انا لو عايزه اجيب المجموع التراكمي للارباح، يعني اقول له مثلا ايه الارباح السابق زائد الحالي، وهكذا، ان هما يجمع ده المجموع التراكمي للارباح. اجيبه ازاي؟ مش ساعات ممكن لو انا هعمله كده من غير البيفوت تيبل كده مثلا، اقول له مثلا ايه ايكوال وادوس كده هنا مثلا هضغط كده. تمام. واقول له اثبتها باف 4 كده. تمام. وبعدين هاخد، شوف انا كده ايه، هقول له كده صم. ماشي، وهفتح كده قوس واقول له خد لي ده
ماشي. هثبتها F4 اهو، واقول له شيفت كاف، ماشي، واقول له ايه، خد ده كمان، واقفل القوس واقول له انتر. بص جاب لي على مستوى الايه، المجموع التراكمي، وهكذا. مجرد ما اعمل ايتوفيل هنا هيجيب لي كمل لي الباقي. طيب انا بقى لو عايزه هنرجع كده البيفوت تيبل تاني، اجيب المجموع التراكمي للارباح. اعمل ايه بقى؟ هعمل ايه؟ هنروح على اخد البروفيت تاني وانزله. ماشي، هنزل البروفيت اهو، هجيب البروفيت، ادي البروفيت اهو، جبت البروفيت. تمام. طيب وبعد كده اعمل كليك يمين عليهم اهو كده، على اي خلية من البروفيت، واختار ايه، show value as، show value as، واختار بقى ايه من show value as. شايفين running total in؟ هختارها ويقول لي انت عايزه فعلا ده running total in المجموع التراكمي. ايوه اوكي، اصبح المجموع التراكمي ليهم اهو. تمام. طيب ازاي اجيب بقى، لو عملنا جدول تاني. طيب انا عملت جدول تاني للبيفوت تيبل بردك في نفس البيفوت تيبل اللي احنا شغالين عليه. جبت بردك الاوردر ديتا اهو، وعملته على مستوى هنا الايه، الشهور. تمام. وبعدين جبت المبيعات نزلتها ايه، مرتين. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه اجيب ايه بقى؟ عايزه اجيب ترتيب المبيعات من الاكبر للصغير. ده يعني ايه الترتيب بتاعهم، بتاع إيه مين اللي باع اكبر، يعني اول واحد مين اللي باع في ترتيبهم يعني. فبقف على اي خلية كده واضغط كليك يمين واختار show value as، show value as. شايفين في show value as هختار ايه، رانك. في هنا بيقول لي رانك smallest to list، من الصغير للكبير، ولا رانك largest to list. هختار رانك largest to list to smallest. فهدوس عليها كده، فبقول له ايوه انا عايزه من الكبير، من الكبير للصغير. يبقى عندي هنا رقم 2 ده يعني ده المبلغ ده تاني مبيعات اتعملت في ترتيبهم، ودون كان اكبر مبيعات اتعملت في الترتيب بتاعهم، ده الاكبر وبعد كده يليه ده. فدي تاني عملية بيع حصلت. وهنا مثلا فين تالت عملية بيع اهي، وهكذا. تمام. فاحنا جبنا ترتيب المبيعات عن طريق الرانك، وبكده نكون عرفنا ازاي نتعامل مع البيفوت تيبل للاخر في الاكسل بطريقة سهلة جدا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض دروس تحليل البيانات الجاية.